اسمع يا عم احمد. نعم يا معلم شكل. العمارة اتشطبت وبقت قليسطة. بقت زي العروسة اهي. انا صارف عليها دم قلبي، دفعت فيها كل اللي كسبته من تجارة المواشي في 30 سنة. الله يكون في عونك يا معلم. ودلوقتي بقى يا عم احمد خد مفاتيح الشقة اهي. خلي بالك، ايجار الشقة زي ما فهمتك مفيش مليم ناقص عن كده. والتأمين لابد من دفعه الأول. ما بلاش التأمين ده يا معلم. لا يا حلو، ده التأمين أهم من الإيجار. أمال إيه؟ أنا لازم أحصل قرش مقدم أحسن العمارة نفضتني. بس يا معلم في عمارات كتير حوالينا والتأمين ده هيطفش السكان. الله الله الله، أنت هتنخنخ من الأول ولا إيه؟ أنا قصدي أفهمك الحالة. بسمع، التأمين ده فرض واجب، ولو فضلت فاضية سنة بحالها التأمين لابد منه. أمرك يا معلم. أيوة كده تصلح، وخلي بالك من العمارة كويس. هو حد كده يخربش الحيطان ولا يكسر الازاز؟ اللي يعمل حاجه من دي بلغني وانا ارفع عليه دعوه ادفعه طقطقين. ده انا صارف على العماره دم قلبي. يا بواب، يا بواب. نعم يا استاذ. نعم. ورينا الشقه الفاضيه. اتفضلوا. هي في انهي دور؟ في شقه في الدور الارضي وشقه في الدور الثالث. تحب تشوفي انهي شقه منهم يا سميره؟ افتكر اللي في الدور التالت احسن. طيب يلا بينا نشوف. ايه رايك في الشقه؟ مش بطاله. 3 اوض وصاله وحمام بالاشاني ومطبخ واسع. بس لو كانت 4 اوض. والاوضه الرابعه لزومها ايه؟ علشان الاولاد. يا شيخه لسه بدري. احنا يا دوبك كاتبين الكتاب من اسبوع وبندور على الشقه عشان نبتدي حياتنا الزوجيه. طيب والشقه ايجارها كام؟ 12 جنيه. ياه، دي غاليه قوي. العماره جديده وده اول شهر بتتاجر فيه. ايوه بس دي ما تستاهلش اكتر من 10 جنيه. ما تحاولش تنزل الايجار، صاحب العماره متمسك ومش هيأجرها باقل من كده. ايه رايك يا سميره؟ اللي تشوف. زي بعض. 12 جنيه مش كتير على العيش اللي هنقضي فيه حياتنا السعيده. عملت ايه يا معلم في العمارة؟ خلاص اتأجرت كلها، ما فاضلش غير شقة واحدة في الدور الأرضي. وعملت حسابنا ولا لا؟ حسابكم في ايه يا سكينة؟ ما حشتلناش شقة عشان نسكن فيها. الله الله الله، تسكني فين يا ولية؟ في العمارة يا معلم، هو احنا اقل منها ولا ايه؟ لا ابدا. بس يعني ايه، انت مستخسر الشقة في مراتك وعيالك ولا ايه؟ مش مستخسر ولا حاجة، ده بس السكان اللي في العمارة ناس تانيين غيرنا. ليه يا ده العادي، هم احسن منا ولا ايه؟ مش احسن، بس احنا واخدين على العيشة هنا وسط اهلنا واولاد حارتنا، مش هنطيق العيشة في العمارة. اطمن يا روحي، هنطقها قوي. العفش بتاعنا ما يلقش. هو حد حايشك؟ ما تجيب العفش اللي يعجبك. الله الله الله، وبعدين معاكي بقى يا سكينة. ولا حاجة، سكنها في العمارة اروح اهدها على دماغ اللي فيها. طيب الامر لله، هحوش الشقة اللي فاضلة بس على شرط. ايه هو الشرط؟ اوعي تتخانقي مع السكان احسن يتفشوا. ابعد انت عنهم وهم ما يتفشوش. ولازم كمان تغيري اللبس ده وتلبسي حاجة زواتي كده. ما تجيب يا اخويا اللبس وانا بقى اجدع من بنات الزواج. لازم نغير اللبس والعفش عشان الناس تعرف اننا من فاميليا كويسة. ايوه يا اخويا، الاصول كده. واوعى حد يسمع صوتك، فاهمة؟ دي فاهمة قوي. خلاص. الجمعة الجاية هنعزل اهو كده يا شكلكل، ربنا ما يحرمني منك يا شكلامة. يا عم احمد، عم احمد. نعم يا معلم. تعال اهو. نعم تعالى. نعم. فين ايجار شقة الست وفاء؟ والله يا معلم اصلها ايه انت؟ بتترجاك تصبر عليها اسبوع يا معلم. اصبر عليها اسبوع ازاي وانا دافع في العمارة دم قلبي؟ دم قلبي. معلش يا معلم، اصلها وحدانية وبتجري على ايتام يا معلم. الله الله، طب وانا مالي؟ حد قال لها تسكن في عمارة زي دي من غير ما يكون معاها فلوس؟ الناس اعذار برضه يا معلم، ولما تستنى اسبوع مش هيجرى حاجة. لا ابدا، انا رايح لها بنفسي. واذا ما دفعتش الفلوس حالا هوريها شغلها. هوريها. صباح الخير يا ست وفاء. يسعد صباحك يا معلم.
ياهو على الملافظ الحلوه وعلى الصوت اللي زي الكروان. انت عاوز حاجة يا معلم؟ لا ابدا، كنت عاوز حاجه بقى، لكن ساعه ما شفتك نسيت اللي كنت عاوزه. ارجوك، انا مش فاضية للكلام ده. مش فاضي ازاي يا جميل؟ هو في احسن من الكلام ده اللي يريح القلب الحزين ويفرفشه وينعنشه؟ يا معلم اتكلم، انت عايز حاجة؟ قلت لي عاوز ايه بقى؟ انا كنت جاي يا ست لما انت عشان ايه؟ عشان لا مؤاخذه اجره الشقه. لكن بقى ساعه ما شفتك حسيت كده والله اعلم، يعني حسيت انك ايه؟ اني مش مستعجل على اجره الشقه. انا متشكرة يا معلم، وان شاء الله بعد اسبوع هتجيني الفلوس. من عينيا الاتنين يا حلو، بس يعني ايه يا معلم؟ يعني خلي بالك مننا شويه. خلي بالك وكل حاجه تبقى تحت امرك. لا انت زودتها خالص. اتفضل اطلع بره الشقة. اطلع ازاي بس؟ ده انا اروح هتطلع عليكي. انت هتطلع ولا اندهلك البوليس؟ كده طيب، انا طالع اهو، بس يكون في علمك اذا ما وصلتنيش اجره البيت النهارده هفرجك. هفرجك، انا دافع فيها دم قلبي مش لعبه. يا عم احمد، عم احمد. نعم يا استاذ عبد المنصف. الميه مقطوعه ليه؟ المعلم شكل هو اللي قطعها. علشان ايه؟ مش عارف، هو اللي بلغ الشركة عشان تقطع المية عن الشقق كلها. لكن ده مش معقول. العقد بينص على ان الميه على المالك. وايه العمل يا استاذ؟ لازم نتفاهم مع المعلم. واذا مرضيش يرجع المية نبقى نتصرف معاه. بس احنا ما نقدرش نعيش يوم واحد من غير ميه. اهو المعلم جاي اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله الله الله، انتوا بتجمهرين كده ليه؟ انت قطعت الميه ليه؟ قلت لي ليه؟ اصل لا مؤاخذه كده لازم كل شقه تدفع جنيه زياده عشان الميه. بس العقد ما بينصش على كده. بينص ما بينصش، هي كلمه واحده مفيش غيرها. ايه رايكم يا جماعه؟ الحقيقه احنا ما نقدرش نعيش من غير ميه. قصدك ايه يا استاذ مراد؟ زي بعضه، كل واحد مننا يدفع جنيه ونرتاح. وانت رايك ايه يا ست وفاء؟ ما دام العقد بينص على ان المية على المالك يبقى لازم نرفع دعوة عليه. يا جماعه هودوني، الاحسن اننا نيجي على نفسنا بدل ما نقعد من غير ميه شهر ولا 2 لحد المحكمه ما تفصل في القضيه. ابن حلال. اهو لو كنت عاقلين بقى تسمعوا كلام الاستاذ مراد. مستحيل ندفع لك مليم زيادة. هودوني ما تسمعوش كلامها، دي لمضه وغاويه شكل. انا اللي غاوية شكل ولا انت يا معلم شكل؟ اسمع يا معلم. نعمين يا استاذ عبد المنصف. انا محامي وفاهم الاصول. الله الله الله، هو حد قال حاجه لا سمح الله؟ ما انت سيد العارفين، والقضايا زي ما انت عارف بتقعد سنه و2 في المحاكم. يا خبر، هنقعد سنه من غير ميه؟ جرايه يا استاذ مراد، انت خايف ومرقوش كده ليه؟ اصل يا ست وفاء الميه ضروريه قوي. وهنعمل ايه اذا كان صاحب العماره طماع وما عندوش ذمه؟ الله يسامحك يا ست وفاء، الله يسامحك. انت مصمم يا معلم؟ ما عنديش نقد ولا ابرام كمان. طيب احنا هنرفع دعوة عليك. انا ماليش دعوه بيهم يا معلم، انا هدفع الجنيه. بقى دي رجوله دي يا استاذ مراد؟ طب اعملي راجل انت بقى ووريني شطارتك. انت يا الدلعادي يا اللي بتنفضي، يا قليلة الذوق يا اللي بتنفضي. في ايه يا ست سكينه؟ حوش البلاوي بتاعتك دي عنا. عيب ما تقوليش الكلام ده، البلكونه بعيده عن شقتكم ومفيش حاجه بتنزل عليكم. بقولك اتلم احسنلك. هو حد كلمك انت عشان تتخانقي؟ نعم 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 يا الدلعادي، انت قصدك تقولي عليا شضاليه ولا ايه؟ والنبي لا خلي اللي ما يشتري يتفرج عليكي. اما عجايب صحيح. بقى انا مش عاجباكي يا جعانه يا صدمانه يا اللي مش لاقيه راجل يلمك. الله يسامحك، انا مش هرد عليكي. ليه مش قد المقام يا ام لسان طويل يا قليله الادب يا اللي مش لاقيه حد يربيكي؟ شاهدين يا جماعه على الست دي. والنبي اللي يقف معاكي ولا يشهد لك لبسه تهمه ووديه في داهيه. شاهد يا استاذ عبد المنصف. عيب يا ست سكينة، عيب، ملوش لزوم الكلام ده.